من كام يوم كده جه في بالي سؤال مهم جدا. لو الناس الغلابة اللي حالتهم صعبة قوي وتحت القاع دول جات لهم الفرصة إنهم يدخلوا عالم الأغنياء، هل هيكتفوا بده ولا هيطمعوا ويحاولوا ياخدوا مكانهم؟ الإجابة بكل بساطة في فيلم باراسايت، بمعنى طفيلي. فقبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك وتتأكد إنك مشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نحلل الفيلم. قصة الفيلم بتحكي عن عيلتين، عيلة مش لاقية تاكل وعيلة غنية جدا، وبنشوف ازاي لما العيلتين بينضموا لبعض بيبدأ الجشع والطمع يبان، لحد ما بنفهم في النهاية المشكلة فين من الأول. الفيلم بيبدأ بمشهد مهم يوضح حالة العيلة بشكل عبقري. العيلة اللي مكونة من أب وأم وبنت وولد، جايب لك الأوضة اللي هم عايشين فيها وهي تحت الأرض فعليا، في دلالة واضحة إنهم مش بس في القاع، لأ، هما تحت القاع، هما في أقصى درجة من الفقر والذل. والحديد اللي على الشباك بيحسسك كأنهم جوه سجن نفسهم يطلعوا منه. وده بيبان أكتر لما بنشوف الابن رافع إيده لفوق عشان يلقط شبكة الواي فاي اللي سارقينها من جارتهم، وكأنه بيحاول يطلع من تحت القاع اللي هو فيه ويوصل لفوق. وطبعا الشقة حالتها سيئة جدا، وواضح إنهم مش لاقيين ياكلوا. ومن الأول كده أنت خدت بالك من إنهم كائنات طفيلية. ثانية واحدة، يعني إيه يا زياد اللي أنت بتقوله ده؟ إيه كائنات طفيلية دي؟ هفهمك. هو الفيلم اسمه إيه؟ باراسايت. الكلمة دي معناها طفيلي. إيه هو بقى الكائن الطفيلي ده؟ لو بحثت في علم الطفيليات هتلاقي إنه كائن بيتولد عشان يتغذى على غيره ويكون نفسه وينمو، وبيفضل عايش على كده لأنه ما عندوش إلا كده. دي الحاجة الوحيدة اللي بيعملها، بيفضل يتغذى على الطفيلي اللي جنبه عشان ياخد مكانه ويبقى هو شخصيا، وهكذا بيفضل كده على طول. طب ايه علاقة ده بالفيلم؟ هقولك ببساطة، العيلة اللي تحت القاع دي ومش لاقية تاكل هما الكائنات الطفيلية. هما يعملوا أي حاجة عشان يوصلوا وينمو ويطلعوا من القاع اللي هما فيه. هما فعليا هيتغذوا على غيرهم عشان ياخدوا مكانهم ويبقوا زيهم. ده حتى من أول مشهد في الفيلم جايب لك الواد وهو بياخد الواي فاي بتاع جارتهم أصلا، وبعدها هيحاول يشتغل في محل البيتزا بإنه ينتقد اللي شغال في المحل أصلا ويقول عليه مش بيعمل شغله كويس. يعني من أولها أنت شايف فكرة الفيلم بتتبني قدامك بشكل واضح، وباين جدا إنهم بيحاولوا ياخدوا مكان الناس اللي جنبهم. بعدها بيجي زميل الابن اللي من طبقة غنية وبيخش البيت اللي تحت القاع ده، وبيدي الواد هدية، بس هدية عجيبة جدا، مش فلوس ولا أكل ولا لبس، لأ، مديله صخرة. ولما بيسأله إيه ده، بيقوله إن الصخرة دي بتمثل الأمل والصعود للقمة والنجاح، وإنها بتجلب الحظ. وطبعا دي دلالة تاني إنهم محتاجين يطلعوا لفوق من تحت القاع اللي هما فيه. وكمان الفيلم معظمه مشاهد فيها سلالم، منها اللي طالع لفوق واللي نازل لتحت، ودي كلها رمزيات بصرية بتوضح معنى الفيلم بشكل مش مباشر وعبقري جدا سينمائيا. وحتى عندك المشهد ده اللي واضح فيه إن في حاجز ما بين الست صاحبة البيت الغنية وما بين الدادة اللي شغالة فيه والواد اللي مش لاقي ياكل، ودي كلها مشاهد ولقطات جامدة جدا من المخرج. طبعا مش محتاج أقول أحداث الفيلم بالكامل، بس اللي حصل إن زميل الواد الغني اللي جاله في الأول بيخليه يشتغل في البيت ده عشان يعلم بنت الست الغنية الإنجليزي، وكمان يحافظ عليها عقبال ما هو يجي من السفر عشان هو بيحبها وناوي يتجوزها، وبيوصي عليه طبعا. وبعدها الواد بيشتغل فعلا في البيت وبيعلم البنت الإنجليزي، بس بنلاحظ إن البنت معجبة بيه، وهو طبعا ما بيصدق عشان زي ما قلتلك كائن طفيلي بياخد مكان غيره، فعلى طول بياخد مكان صاحبه وبيبقى مع البنت دي في علاقة على طول، بعد ما كان المفروض إنه يحافظ عليها ويعلمها الإنجليزي بس لحد ما زميله يرجع تاني. بعدها بيجيب أخته على أساس إنها أخصائية نفسية عشان تعالج ابن الست الغنية، لأنها حاسة إن عنده مشاكل نفسية ومش بيسمع الكلام. وهنا لما أخت الواد بتشتغل فعلا بتعمل لقطة مش كويسة مع السواق بتاعهم، وبتسيب ملابسها الداخلية في العربية عشان جوز الست الغنية يمشيه طبعا، وتجيب أبوها يشتغل مكانه. وبعدها بيعملوا لقطة تانية مع الدادة عشان يمشوها ويجيبوا أمهم تشتغل مكانها.
وكده العيلة كلها اشتغلت في البيت وخدوا مكان كل اللي كانوا في البيت قبليهم. ومتهيألي خلاص انت فهمت ليه هما كائنات طفيلية. انت شايف بنفسك بيعملوا ايه. بنشوف ان لما العيلة الغنية بيبقى عندها حفلة بيسيبوا البيت ويمشوا. بتيجي بقى العيلة اللي مش لاقية تاكل كلها وتقعد في البيت كأنه بيتهم، وبيعملوا كل حاجة نفسهم فيها كأنهم صحاب البيت. وفجأة بتيجي الدادة القديمة تاني، وبنكتشف إنها مخبية جوزها تحت في القبو بتاع البيت في القاع. وهنا احنا بنشوف القاع في كل حتة، وكأن في كل مكان في ناس فوق وناس تحت. هي دي سنة الحياة، ولا اللي تحت هيطلع فوق ولا اللي فوق سامح للي تحت إنه يبقى معاه فوق. وده اللي بينتج عنه خناقة وصراع ما بين الناس اللي تحت في القاع على مين اللي يفضل موجود مع الناس اللي فوق حتى لو شغالين عندهم. حتى بيحصل مشهد جامد كده من المخرج لما بيجيب الأغنياء فوق والعيلة تحت. بعدها بيمشوا من البيت، وبنشوف إن المطهى كانت شيء عادي وجميل جدا بالنسبة للعيلة الغنية، عكس العيلة اللي في القاع اللي بيتهم فعليا بقى حمام سباحة، كل حاجة فيه اتبهدلت. واللي تاني يوم بنلاقي الست الغنية بتكلم صاحبتها وبتقول لها السما صافية قوي وجميلة، كل ده بفضل المطر بتاعت امبارح. والسواق اللي هو الأب سامع الكلام ده كله وهيتشل، لأنه بسبب المطرة دي بيتهم اتدمر بالكامل. وهنا هو بيوضح لك الاختلاف الشاسع ما بين الطبقتين، ودي فكرة الفيلم أصلا. الغلط مش في الناس اللي فوق ولا اللي تحت، الغلط إن في ناس فوق وفي ناس تحت، الغلط في الطبقية نفسها. هي دي المشكلة اللي لو اتحلت مش هيبقى فيه طبقية أصلا، مش هيبقى فيه طبقة فوق وطبقة تحت، هيبقى كله زي بعض. نكمل الأحداث. وبعدها في اليوم التاني العيلة الغنية بتعمل حفلة بمناسبة إن ابنهم اتعالج، وفي الحفلة دي بتحصل مذبحة فعليا. لما الابن بيوصل البيت ومع الصخرة بتاعت الأمل والصعود من القاع اللي زميله اداله في أول الفيلم، كان واخدها ونازل القبر عشان يديها للدادة وجوزها على أساس إنها هتطلعه من القاع زي ما طلعته وطلعت عيلته. بس لما بينزل القبر بيكتشف إن الدادة ماتت، وده اللي بيخلي جوزها يتجنن وينزل بالصخرة دي على دماغه، كأن الصخرة اللي طلعته من القاع واديت له الأمل في أول الفيلم هي نفسها اللي نزلت على دماغه وبتقول له فوق من الوهم اللي انت مصدقه. وبعدها جوز الدادة بيكمل الجنان وبيطلع الحفلة يقتل أخت الواد وبيحاول يقتل أمه، بس بيفشل. والمفاجأة بقى إن وسط المدعكة دي كلها جوز الست الغنية سايب كل ده وسادد مناخيره عشان ريحة جوز الدادة وحشة زي ما كان بيعمل طول الفيلم مع الأب والواد اللي ريحتهم كلها نفس الريحة وهي ريحة الفقر. فهنا الأب فهم المشكلة الأساسية فين، وبياخد السكينة وبيقتل جوز الست الغنية بدل ما يقتل جوز الدادة اللي لسه ضارب ابنه على دماغه وقتل بنته، لأنه فهم المشكلة الأساسية فين. المشكلة في الطبقية، وإن في ناس فوق وناس في القاع. فهو حاول يقضي على المشكلة الأساسية بجد اللي كانت السبب في إن كل ده يحصل. لو كانت العيلة اللي تحت القاع دي فوق أو حتى فوق شوية ما كانتش عملت كده، ولو كانت الدادة وجوزها دول فوق شوية ما كانوش عملوا كده، ولو كان جوز الست الغنية سمح للي في القاع يبقوا فوق معاه ما كانش شم ريحتهم الوحشة وبالتالي ما كانش اتقتل. وبعدها الفيلم بيخلص على إن الأب نزل استخبى في نفس القبر اللي كان فيه الدادة وجوزها عشان ما يتقبضش عليه. وبعدها الابن بيفضل قاعد في نفس الشقة اللي كان فيها في أول الفيلم اللي تحت القاع، وبيتخيل إنه في يوم من الأيام بقى غني واشتغل البيت عشان يطلع أبوه من القبر. بس كل دي تخيلات والفيلم بيخلص. في النهاية الفيلم مش بيقولك إن اللي فوق وحشين ولا اللي تحت وحشين، هو بيقولك المشكلة فين عشان تحاول تحلها. زي ما اللي فوق بيتغذى على اللي تحت لو جاتله الفرصة إنه يتغذى على اللي فوق هيعمل كده. يبقى الحل إن ما يبقاش فيه فوق وتحت، وإن كلنا نبقى في نفس المستوى، وطبعا ده مش هيحصل. عشان كده الفيلم خلص زي ما بدأ، اللي فوق فضل فوق واللي تحت فضل تحت. أنا خلصت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك فيديو جديد، وبس كده. سلام يا اخواتي.